بعد فوز رونالدو بالحذاء الذهبي في 2014-2015، وهي الجايزة اللي بتمنح لأكثر لاعب سجل أهداف في الدوري، قال إن دي أكتر جايزة مناسبة ليا وأكتر جايزة بحبها، لأن الآخرين ممكن يختاروك كأحسن لاعب، بس المهاجم مهمته تسجيل الأهداف، ودي الحاجة اللي أنا بحبها. التصريح اللي ترجمته كل الصحف إن الحذاء الذهبي أهم من البالون دور من وجهة نظر الدون كريستيانو. ورغم كل الكلام ده إلا إن ده كان احتفاله قبلها بكام شهر أثناء فوزه بالبالون دور. طبعا الكلام ده كان في سياق تنافسه مع ميسي، فكلنا فاهمين الأمور كانت ماشية إزاي في الوقت ده. المهم في الإجمالي حصل البرتغالي على 5 كور ذهبية، رقم إعجازي، وأبعد بكورتين ذهبيتين عن أقرب ملاحقيه، وما عدهوش غير ليونيل ميسي اللي حصل على 7 كور ذهبية. ميسي اللي خرج سابقا لما كان عنده 4 كور ذهبية وقال إنه مستعد يبدل كورتين ذهبيتين لقاء إنه يحصل على لقب مع منتخب الأرجنتين. كورتين بس يا ميسي، إيه البخل ده؟ طبعا قبل ما يلحق نفسه ويقول إنه مستعد يبدلهم كلهم، عادي، ما هو الكلام مش بفلوس. 12 كورة ذهبية بين المعزتين الأسطوريتين. بس يؤسفني إني أقول لك إن الكرة الذهبية أصلا يعني في مجملها كده كدبة، تقدر تقول خدعة ذهبية، وده اللي احنا جايين نتكلم فيه النهاردة. فمعاكم أحمد الجعفري، والنهاردة هنشوف إزاي وليه وإمتى وإيه العوامل التاريخية اللي أثرت على الكرة الذهبية أو البالون دور، وليه هي يعني غير واقعية بالمرة. لو قلنا عام 1986 في تاريخ كرة القدم، أول حاجة هتيجي في بالك دييجو أرماندو مارادونا، وأداؤه الخرافي طبعا في كاس العالم اللي قاد الأرجنتين للفوز بيه. بس اللي كسب البالون دور في السنة دي هو إيجور بلانوف، لاعب الاتحاد السوفيتي. سمعت بيه قبل كده؟ ما ظنش. بس قبل التاريخ ده ب30 سنة، وتحديدا في 1956 فرانس فوتبول وتحت قيادة جابرييل هانوت وجاكوس فيران يطلقوا جايزة الكرة الذهبية بعد عام واحد من ابتكار نفس الاتنين صحفيين لأول بطولة أوروبية، واللي النسخة الحديثة منها دلوقتي هي دوري أبطال أوروبا. والبالون دور زي ما أنشأوها هتقدم لأفضل لاعب في العام السابق للجايزة عن طريق اختيار مجموعة من الصحفيين الرياضيين، واضحة وبسيطة، بس خد التركة، لأفضل لاعب أوروبي فقط. والكلام ده من وقت إنشائها في 1956 لحد 1995 لما خلوها للأوروبيين والغير الأوروبيين بشرط إن هم يكونوا بيلعبوا في أوروبا. وفي 2007 خلوها الأفضل لاعب في العالم، ودي أول مشكلة بتخلينا ما ينفعش نستخدم البالون دور في صراع الأفضل في التاريخ مثلا، أو حتى في تقييم اللاعبين عموما، بسبب قوانين الجايزة. لعيبة زي بليه ومارادونا وزيكو وسقراطس وجرينتشا وباتستوتا وحتى روماريو اللي كان بيلعب في التسعينات وغيرهم كتير جدا ما حصلوش على اي بالون دور، في مقابل لاعبين كتير جدا حصلوا عليها. كل حاجة بتقول ان هم اقل من الاسامي دي. بقولك بليه ومارادونا مين كان احسن منهم في زمانهم؟ ده يمكن حتى كنا ممكن نشوف سيطرة لبليه تخليه ياخدها مرتين 3 4، ونفس الكلام لمارادونا. وحتى الفيفا اتحركت متأخر لما عملت الجايزة الخاصة بيها، واللي كان في 1991، واللي لحد 2008 تم تقديم الجايزة للاعبين من خارج أوروبا في 9 مرات من أصل 18، يعني 50% من المرات. ومن 2009 جايزة الفيفا اندمجت مع البالون دور، وده لحد 2015. وتخيل دي مش المشكلة الوحيدة للبالون دور، ده يا دوب بداية الكلام. لو بصيت لقائمة الحاصلين على البالون دور واللي اتقدمت ل 64 مرة، فتخيل صديقي الرائع فيها كام حارس مرمى؟ الإجابة 1 بس، وهو ليف ياشين في 1963. طب عارف كم مرة مدافع فاز بيها؟ لا مش 1، 4 مرات. كانافارو كان آخرهم في 2006، وماتياس سامر في 1996، وفرانس بيكنباور مرتين في 72 و76، مقابل 60 مرة فاز بيها لاعبين بيلعبوا في مراكز متقدمة أكتر، سواء في منتصف الملعب أو الهجوم. عايز تفهمني إن في 64 سنة اللي تقدم فيها الجايزة مفيش لا مدافعين ولا حراس قدموا مواسم استثنائية؟ مش منطقي طبعا. وحتى الحارس والمدافعين اللي فازوا بالجايزة فازوا بيها في ظروف استثنائية. ليف ياشين واللي هو أكتر حارس تصدى لضربات جزاء في التاريخ ب 151 مرة، وبعد أداء خرافي مع فريقه دينامو موسكو لعب 27 ماتش خرج فيهم ب 23 كلين شيت، ودخل مرماه 5 أهداف فقط.
ولعبوا المباراة ودية ضد المنتخب الانجليزي ضمن فريق نجوم باقي العالم، خلت الناس كلها ما بتتكلمش غير عن العنكبوت الاسود. ده اللقب اللي اتسمى بيه في الصحافة العالمية، بس ده مش اللقب الخاص بيه داخل الاتحاد السوفيتي. فياخد البالون دور بسبب مباراة ودية خلت الناس تركز معاه ومع كاريره الخارق. ولما نيجي للمدافعين، بيكنباور كان عنده نزعة هجومية كبيرة، غير انه كتير كان بيلعب في دور القشاش او الليبرو. هو يعتبر اللاعب صاحب اكبر تأثير على مركز الليبرو الحديث، وحاجة كده ابراهيم سعيد جدا في نفسه، كان بياخد الكرة من الجون للجون ويرقص الفرقة كلها. فقدراته الهجومية دي مكنته انه يسجل 60 هدف لبايرن ميونخ من انطلاقاته، غير انه كان قائد منتخب المانيا الغربية الحاصل على يورو 1972 وكاس العالم 1974. والالماني الثاني ماتياس سامر، واللي لعب اغلب كاريره كمتوسط ميدان، مدربه في 93 رجعه يلعب كاليبرو برضه، وسجل هدفين في مشوار فوز المانيا باليورو في 96. الجائزة اللي كتير اعتبروها ظلم مبين لاداء رونالدو البرازيلي في السنة دي، واللي برغم ان فرانس فوتبول قررت منح الجائزة لغير الاوروبيين اللي بيلعبوا في اوروبا قبلها بسنة، بس لحد اللحظة دي لم يفز بها اي لاعب من امريكا الجنوبية. وبما ان بيكنباور وسامر كانوا بيلعبوا ليبرو، فده معناه ان كانافارو هو قلب الدفاع الوحيد اللي فاز بالكرة الذهبية. ايوه يعني انت من شوية كنت صح، هو واحد فعلا مش 3. كانافارو شكل ثلاثية خارقة مع تورام وبوفون، ساعدت اليوفي انه يكسب الدوري الايطالي في 2006، وفي نفس السنة كان قائد المنتخب الايطالي الفائز بكاس العالم قبل ما ينتقل لريال مدريد. وكلنا عارفين ان الكارت الاحمر اللي تلقاه زيدان في نهائي كاس العالم هو السبب الرئيسي في عدم فوزه بالكرة الذهبية في السنة دي. فبالنسبة لجماهير كرة القدم، كانافارو كان بديل لزيزو مش اكتر، غير ان فوزه بكاس العالم خلاه في رأي ناس كتير برضه يتفوق على رونالدينيو اللي كان مقدم موسم استثنائي. يعني حتى الجوائز المقدمة للمدافعين الجماهير بتشكك فيها، وبتقول ان في لاعبين تانيين بين قوسين هجوميين احق بيها. فهنا لازم نسأل سؤال، ليه بيتم تفضيل لاعبي المراكز الهجومية في الجوائز الفردية عن لاعبي المراكز الدفاعية وحراس المرمى، رغم ان كل واحد ليه دوره الاساسي والضروري، واحيانا ادوارهم بتكون اكبر حتى من المهاجمين؟ خلينا نحط الاجابة في شوية نقاط. اولا، التأثير المباشر في الفوز. عشان تكسب اي مباراة لازم وحتما ولابد تسجل اهداف، او على الاقل هدف. فبالتالي الجماهير بتحس ان اللاعب اللي سجل او صنع او عمل فرص على الجون تأثيره اكبر في فوز فريقه. والكلام ده اكيد مش حقيقي او مش دايما في المطلق، يمكن اغلب المباريات الكبيرة حتى دور المدافع والحراس بيكون اكبر، عشان كده اغلب المباريات دي مش بيكون فيها اهداف كتير. ثانيا، التفرد. مش مقصود هنا الأنانية ولكن التميز، أو إن اللاعب يعمل حاجة لوحده. الدفاع غالبا بيكون بعدد كبير من اللاعبين، أحيانا حتى بالفريق كامل، في حين إن الهجوم حتى لو كان بالفرقة كلها بس بتقدر تشوف اللقطة الإبداعية من لاعب معين، حركة أو ترقيصة، كرة بينية، تسديدة خارقة، وهدف. كل حاجة من دول يقدر يقوم بيها لاعب واحد، مش محتاج اكتر من كده. فسهل تنسب الفضل للاعب معين. طب ما هتقولي الحراسة نفس الكلام، حرفيا بيقوم بيها شخص واحد. وده ياخدنا لثالثا ورابعا. ثالثا وهي ان عقل الجماهير تقديره للفعل اكبر من رد الفعل، لصاحب المبادرة اللي بيسدد مش لرد الفعل اللي بيتصدى. ورابعا، الجماهير بتحب تشوف اللمسة الفنية، اللعيب اللي عنده حلول مش عند غيره، هو ده النجم اللي بيشجعوا الفريق عشانه او حاطين عليه امال منتخبهم، حتى زي ما قلنا كده في حلقة اختفاء الرقم 10 الكلاسيكي. وطبعا صاحب الحلول النجم ده بيكون مهاجم. وخامسا، لاعبي الهجوم بطبيعة الحال نجوم أكبر من الدفاع والحراس، ومرتباتهم أعلى وتمن انتقالهم بيكون أكبر. هم حرفيا نجوم كرة القدم، وطبعا الأكثر شعبية وجماهيرية. بس ما خدتش بالك من الحاجة المشتركة في الأسباب دي كلها؟ أيوة بالظبط، الجماهير. وهي دي الحقيقة. البالون دور في الأساس ورغم إنها مش بتصويت الجماهير، إلا إنها بتتأثر وبشدة بالرأي العام للجماهير. أصل حتى الناس اللي بتصوت سواء كانوا من صحفيين أو من ناس تانية، فهم في المقام الأول جماهير لكرة القدم. بس هو ازاي اصلا بيتم اختيار الفائز بالبالون دور؟ اصل هي لو بالمستوى الفردي والاستحقاقية، فبكل بساطة ميسي هيكون افضل لاعب في العالم على الاقل من 2009 لحد 2019، نظرا لكل المقاييس الاحصائية والاحصائيات من كل الجهات المعنية باحصائيات اللاعبين واللي بيقوموا بيه في الملعب. جون ميلر مثلا محلل ذا أثليتيك بيقول في مقال ان لو بالاستحقاقية كان المفروض ميسي يكسب 12 بالون دور،
الكلام ده في مقال عنوانه ان ميسي فاز بالبالون دور ولكن الداتا لا تنسى، ليفاندوسكي تم سرقته. ولو بالشعبية فرونالدو باكتساح هياخدها من 2008 لحد دلوقتي اللاعب الاكثر شعبيه في العالم بكل المقاييس. انت اصلا لو معترض على موضوع ميسي ده فده بسبب شعبيه رونالدو اللي واصله لك، وده ما يقللش من ان رونالدو اسطوري طبعا، ولا يقلل من استحقاقه الفوز بيها. اللي ما بيشوفش ده يبقى اكيد اعمى. طيب ولو بالبطولات فبكل بساطة أكيد ميسي ما كانش هيكسب على الأقل البالون دور في 2010. اللي إنيستا وتشافي زملائه في الفرقة حققوا نفس اللي حققه ميسي مع برشلونة، بالإضافة لكأس العالم، غير طبعا شنايدر اللي حقق الثلاثية رفقة انتر ميلان وكان وصيف كأس العالم، وكذلك رونالدو اللي فاز في 2013 رغم ان ريبيري قدم موسم استثنائي فاز فيه بالخماسيه مع بايرن ميونخ، غير جايزه 2021 اللي ميسي كسبها عشان فاز بالكوبا امريكا امام ليفا اللي ما خدش حتى جايزه 2020 اللي لغتها ببالون دور بسبب الكوفيد، وهو كان محقق سداسيه مع بايرن ميونخ وكاس الرقم جيرد مولر وحارق الاخضر واليابس مع البافاري. وانا من وجهه نظري بشوف ان مفيش غير سبب واحد للي حصل في السنين دي، وهي ان اي فعل لميسي او رونالدو يعادل اضعاف اللي اي لاعب تاني ممكن يعمله. ما تفهمش من كلامي اني بقلل منهم، دول افضل 2 لاعبين في التاريخ من وجهة نظر تقريبا كل الناس، بس فعلا المقياس مش واضح ومش عادل. سنة البطولات، سنة الاداء، سنة التأثير، سنة عدد الاهداف. طب خلينا نشوف ايه هي المقاييس الرسمية المعلنة. احنا قلنا ان في جايزتين، البالون دور وجايزة الفيفا اللي حاليا اسمها ذا بيست، والجايزتين اندمجوا من 2009 ل 2015. البالون دور واللي مصوتين فيها بيكونوا مجموعة من الصحفيين المختارين واللي بيمثلوا دول العالم، بتحط سيستم من النقاط معتمد على 3 معايير: الاداء الفردي والجماعي، الموهبة والروح الرياضية او الفير بلاي يعني، والنظرة العامة على كارير او تاريخ اللاعب الرياضي. وزي ما انت شايف ال3 معايير نسبية وملهاش مقياس ثابت. وبالنسبة لذا بيست فهي بتعتمد 50% على اراء كباتن ومدربين المنتخبات، وده شيء هزلي جدا، لان مين قال ان دول مناسبين وعندهم القدرة للحكم على اداء واستحقاقية لاعب باللقب ده من عدمه. اغلب المدربين وكباتن المنتخبات مش بيشوفوا غير المباريات المهمة، ده اذا شافوها اصلا. اصل تخيل تكون كابتن فريق في اسيا والماتشات بتتلعب الفجر بتوقيتك، اكيد مش هتسهر تتفرج عليها كل يوم يعني وتضيع لياقتك وصحتك وتمريناتك، غير طبعا بقى التفضيلات والصحوبيات وكده. يعني مثلا لو بصينا في تصويت 2015 بس، كابتن برو حط في المركز الاول والثاني والثالث في اختياراته للجائزه نوير ومولر وكروز. يا جماعه دول الجنسيه الالمانيه، مش معقول كده. وليفا كابتن بولندا حط نوير وفيدال ومولر، والثلاثه كانوا زمايله في الوقت ده. وكابتن الكاميرون حط يايا توري وبعدها زلاتان وبعدها نوير. وكابتن كردستان حط زلاتان في المركز الاول. وحسب ذا بيست ال 50% التانيين عن طريق مصوتين موثوقين من الجماهير عن طريق السوشيال ميديا، يعني هم بيقولوا كده، مش عارف بتتم ازاي الصراحه. وطبعا في الفتره اللي اندمجت فيها الجايزتين دمجوا فيها كمان اسلوب اختيار صاحب الكره الذهبيه. والشيء الغير معلن كان التاثير الكبير اللي بيعمله البطولات القاريه وكاس العالم على الاختيار، غير طبعا جماهيريه اللاعب ونجاحه سواء هو او الناس اللي معاه للتسويق لانجازاته. وبعد كل المشاكل دي كمان في دايما نظريات مؤامره ان الجايزه متفبركه وبتخضع للمصلحه والرشاوي والضغوطات الاعلاميه والجماهيريه او حتى لتاثير رؤساء الانديه. بس خلينا واقعيين، كل ده هيفضل مجرد كلام لحد ما يكون في دليل ملموس. كلام بيتقال لو عايز تشكك في احقيه مودريتش مثلا بالجايزه وليه هو خدها وشنايدر ما خدهاش، او تبرر عدم فوز راؤول او توتي بالجايزه برضه في 2001 وفي المقابل راحت لمايكل اوين. وهنا طبيعي جدا ممكن يجي على بالنا سؤال منطقي: ليه البالون دور مش بتعتمد على احصائيات ثابته، بالذات ان احنا بقينا في زمن الداتا؟ عدد اهداف، تأثير على الفرقة، تأثير على الفوز، على الخسارة، على النتيجة، على عدد النقط. نظام او سيستم كده زي الفانتزي، واللي ممكن يعرفنا بشكل قاطع مين الفائز بدون اي مجاملات. ولو ده حصل صديقي الرائع، فاحب اقولك ان البالون دور هتفقد قيمتها، لان جزء كبير من شعبية الجايزة بتيجي من الجدل ده. احنا اصلا بكلامنا ده كله بنزود من شعبيتها، لما بنتخانق مين احق بيها، لما بنقعد نتوقع مين اللي هيكسب، لما نشتم فيها عشان ظلمة ونرجع تاني نستناها السنة اللي بعدها ونشوف مين اللي هيكسبها. كل ده بيزود من شعبية الجايزة، اللي لو بقت معتمدة على بيانات او داتا هتفقد كل السسبنس والغموض اللي فيها. انا نفسي كنت زمان بتعصب لما احس بظلم فيها اللاعب بحبه مثلا، واقعد اتوقع مين هيكسب، واللي هو اخر 12 سنة كانت بين ميسي ورونالدو بس.
ومع الوقت بقيت شايفها زي ما اظن انه مكانها الطبيعي، هي مجرد جايزة ترويجية سواء هي او ذا بيست، مش بتعبر دايما عن الحقيقة في الملعب، احيانا بتكون منطقية واحيانا لا، وتعتبر في تاريخها ظلمت لعيبة كتير سواء بسبب مركزهم في الملعب او حتى عشان مكانهم الجغرافي. بس هل دايما البالون دور كانت اهم جايزة او تتويج بيحصل عليه لاعب كرة القدم؟ في الحقيقة لا، اهم تتويج للاعب كرة القدم كان فوزه بكاس العالم. بيكنباور مثلا قال عن المقارنة بينه وبين كرويف ان يوهان كان افضل ولكني فزت بكاس العالم، مع العلم ان كرويف فاز ب3 بالون دور مقابل 2 لبيكنباور. كاس العالم كان دايما الجايزة الأهم والأكبر واللي بيطمح ليها كل نجوم كرة القدم. بيليه وعد والده إنه هيفوز للبرازيل بكاس العالم، رونالدو البرازيلي، مارادونا، زيدان، كلهم كان حلمهم كاس العالم. بس لو سألت أي لاعب دلوقتي حلمه إيه، ببساطة هيقول الفوز بالبالون دور. كيليان امبابي قال لمجلة التايم الأمريكية إن ده وقته للفوز بالبالون دور، يمكن عشان هو خلاص فاز بكاس العالم. بس برضه سانشو قال إن حلمه الفوز بالبالون دور في يوم ما، وزميله في الفريق برونو فرنانديز في بند في عقده إن في حالة فوزه بالبالون دور هيحصل على مكافأة مالية مليونية. نفس البند موجود في عقد زميله مارسيال، وموجود برضه في عقد نيمار نجم البي اس جي. بس ليه كاس العالم زمان كان أهم من البالون دور؟ هل المجد للبلد كان أهم من المجد الشخصي بالنسبة للاعب؟ في الحقيقة أيوة، بس مش أيوة قوي، يعني مش بشكل قاطع، يعني مش كل حاجة المجد للبلد. أهم حاجة لنجم كرة القدم إنه كان يتم اعتباره بطل بالنسبة لبلده، هي دي الحاجة اللي ممكن تدخله التاريخ. في الحالة دي بيكون وصل لأقصى درجات المجد اللي يقدر يحققها. خليك فاكر إن في كرة القدم الكلاسيكية التفرد واللعب الفردي كان ليهم دور كبير، سواء في تسجيل الأهداف أو في قيادة الفريق، وما كانش فيه ثورة المعلومات ولا الإحصائيات ولا كمية الداتا اللي بنشوفها لتأثير كل واحد على نجاح الفرقة، وما كانش فيه برضو النقل التلفزيوني الضخم اللي موجود دلوقتي. في جماهير كرة قدم كتير حضرت بطولات كاس عالم عن طريق الراديو بس، فدايما كان بيتم اختزال أداء المنتخب في بطل واحد. منتخبات كتير فازت بكاس العالم، جماهير كرة القدم ممكن ما تعرفش من الفريق كله غير لاعب واحد. بس في كرة القدم الحديثة واللي تميزت باللعب الجماعي واختفت فيه الأداءات الفردية، تقدر تقول مثلا بداية من كاس العالم 2006 مفيش ولا فريق فاز بكاس العالم كان ليه بطل أوحد. إيطاليا 2006، أسبانيا 2010، ألمانيا 2014، فرنسا 2018. مفيش نجم واحد ظاهر بوضوح وبفرق عن باقي زمايله. وفي المقابل وفي نفس الوقت احنا في زمن تحول فيه لعيبة كرة القدم لنجوم، زي ما شفنا في فيديو فاشونيستا كرة القدم. التتويج الوحيد اللي حاليا بيضمن النجومية وعقود الرعاية والصيت والغنى في نفس الوقت هو التتويج بالبالون دور، مش كاس العالم. غير ان البالون دور دي جايزة بتقدم بشكل سنوي ومعتمد على الاداء الفردي اللي بيتوج طبعا اداء الفريق، فلو ناديك مش هيساعدك تكسب البالون دور تقدر تغيره، عكس البطولات القارية وكاس العالم واللي بيكون مرة كل 4 سنين ومش هينفع فيه تغير منتخبك يعني. غير طبعا شكل الحفل اللي تحول من حاجة بسيطة او تتويج في الملعب لحفلة اوسكارية ضخمة، هي حرفيا اوسكار كرة القدم عشان تناسب حجم النجومية اللي اللاعبين دول بقوا فيها. فالبالون دور اصبحت بالنسبة للاعبين كتير اهم واكبر حتى من كاس العالم. في لسه مواهب مش شايفة كده زي بدري اللي حلمه الاول كاس العالم، بس الغالب يعني شايف كده. يمكن خروج ميسي ورونالدو من الصورة هيخلي الجايزة واقعية أكتر. أفضل 2 لاعبين في كرة القدم على الأقل في العصر الحديث وأكثرهم شعبية حرفيا بهدلوا الجايزة دي معاهم. وحسب أحدث الأخبار إن البالون دور قررت تغير من النظام بتاعها، بداية من إنها مش هتدخل كاس العالم في حسابات السنة دي بسبب إنه هيتلعب متأخر، مش عارفين دي حاجة هيطبقوها بعد كده ولا هنرجع زي الأول. وتاني حاجة إن التقييم مش هيدخل فيه تاريخ اللاعب أو كاريره الرياضي، وهيركزوا على الأداء سنة بسنة. وأكيد أنت متخيل تأثير ده على اللاعبين هيكون إيه. يمكن ساعتها تفرق شوية. وأفضل حاجة في جايزة السنة دي إن مفيش خلاف على مين اللاعب اللي يستحقها كأداء ونتيجة وتأثير وبطولات وأهداف، وحتى كتتويج للسنين الأخيرة اللي تألق فيها بشكل استثنائي زي ما هنشوف في الفيديو الجاي. وبس ده اللي كان عندنا في فيديو النهاردة عن البالون دور، تاريخها ومشاكلها وليه هي مش واقعية في سنين كتير. سواء موافق او مختلف معايا في الرأي، او ليك اسبابك الخاصة اللي مش مقتنع بيها بالبالون دور، او ليك اسبابك الخاصة اللي شايف ان هي تمام كده وزي الفل، فياريت تشاركني رأيك في الكومنتات. وشاركنا برضو بأكتر سنة
شايف ان حصل فيها ظلم في البالون دور، يعني لاعب كان يستحقها وراحت للاعب تاني. شكرا ليك صديقي الرائع لو كملت الفيديو لحد هنا، وشكرا لاصدقائي الرائعين قوي اللي عاملين جوين او انتساب على القناه. انا عارف ان انا مش بشكركم كتير ومش بنزل محتوى كتير خاص بيكم، بس الفتره الجايه ان شاء الله الموضوع ده يختلف. وكان معكم الرائع دائما احمد الجعفري من قناه الجعة. سلام.